السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة. ترانسفير ماركت أكبر موقع متخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم ما كيرشحش المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم باش يربح كأس العالم، عكس بزاف ديال الصحفيين والمدربين وكذلك اللاعبين القدامى. غادي تسولني اللي ما مرشحش المنتخب ديالنا المنتخب الوطني المغربي، فشكون هما هاد المنتخبات اللي مرشحهم باش يربحوا كأس العالم؟ ترانسفير ماركت كيعتمد على واحد القاعدة ديال البيانات ديال أكبر من متخصص باش يوصل للنتائج انطلاقا من معايير موحدة. في هذا كأس العالم ديال أمريكا وكندا والمكسيك مرشح جوج المنتخبات الأوروبية باش يلعبوا الأدوار الطلائعية. مرشح المنتخب الإسباني لاروخا نظرا لأنه مازال محتفظ بنفس المدرب، وكذلك عنده قاعدة ديال اللاعبين المميزين في بزاف ديال الأندية، لا الإسبانية ولا كذلك الأوروبية، اللي كيلعبوا أدوار طلائعية وبطبيعة الحال كيديروا الفرق مع الأندية ديالهم. بالإضافة إلى المنتخب الفرنسي اللي مازال كيعيش كذلك فترة مميزة مع ديشامب اللي عنده كذلك أسماء كدير الفرق، مبابي، ديمبيلي وكذلك أوليسي وبزاف ديال اللاعبين في خط الهجوم بالتحديد، وكذلك حتى خط الوسط. في ماركت اعتبر أن كل من المنتخب الأرجنتيني، البرتغال وإنجلترا غادي تكون عندهم الحظوظ الأوفر لمزاحمة إسبانيا وفرنسا على لقب كأس العالم. فغادي تسولني وغتقول لي ملي ما حطش المنتخب الوطني المغربي باش ينافس هاد الكبار على كأس العالم، فاش من خانة حطوا؟ ترانسفير ماركت اعتبر بأن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم غادي يلعب المرة تقريبا الثانية الدور ديال الحصان الأسود لهاد البطولة، يعني حطوا في خانة الحصان الأسود مع المنتخب السنغالي وكذلك الكوت ديفوار والإكوادور. تقريبا هذه المنتخبات اللي يعتبرها ترانسفير ماركت غتكون عندها ادوار كبيره، او لا على الاقل واحد من هذه المنتخبات غيكون عنده دور كبير في اقصاء منتخبات كبرى بحال المنتخبات المرشحه، او لا المانيا، البرازيل وكذلك المنتخب الهولندي، اللي يعتبرهم منتخبات ممكن جدا انها توصل للدور الربع النهائي. كرأي ديالي شخصي كنتفق بواحد النسبة كبيرة مع الإحصائيات، وهاد يعني هاد الخلاصة اللي وصل لها ترانسفير ماركت. علاش؟ لأن أولا المنتخب ديالنا ربما ما كيعيش نفس الظروف ديال كأس العالم الفارطة، ما عندناش نفس الجودة ديال اللاعبين. كندوي بالتحديد على زياش وبوفال اللي لعبوا معنا أدوار كبيرة وكانوا لاعبين حاسمين في الأوقات المهمة. نصيري كذلك فقد بزاف ديال الامكانيات ديالو، على الاقل الامكانيات البدنيه في الضغط وفي الاسترجاع وفي الكرات الهوائيه. يعني قول لي الراي ديالك، واش انت متفق مع الاحصائيات ديال الراي ديال ترانسفير ماركت، او لا كتعتبر بان المنتخب الوطني المغربي ممكن جدا انه يوصل للمباراه النهائيه؟ كان معكم الكابيتانو ديما مغرب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.